ما بستغناش عنه. فبما ان احنا بقى كده عملنا ماسكارا ورقنا على بشرتنا، تعالي اقول لك بقى على مورد هيقعد معاكي بالثلاث اربع ايام. كلي اشربي مش هيتحرك من خدودك ولا من شفايفك. بصي كده توريد تحفه، مش هيطبع معاكي لو استخدمتيه بالطريقه دي. وعايزه اقول لك ان اللون اللي هو الفوشيا الفاتح اللي هو بيبقى في السوق ده المضروب. الغامق هو الاصلي. تمام. هتبداي لا ان انت تحطيه ترسميه. خلي بالك ان انت تطلعي بره. بصوا كده انا هسيبه مثلا ايه بتاع 3 4 دقايق. بعد كده ايه ده لو اتمسح اصلا يعني 3 4 دقايق كده، وهياخد اللون على الشفايف. اللي انا استخدمته اللي هو المورد بتاع ايفون، هحط منه على خدودي. حاجه مهمه قبل ما تحطيه على خدودك تبقي مرطباها كويس، يعني حاطه ترطيب. بصي كده هما 3 نقط بالظبط، وتبداي ان انت تدمجي بسرعه جدا جدا جدا، ما بيطبعش خالص. بصي كده كمالو كمالو. ما تكتريش عشان ما بيتمسح. انا مرطبه بشرتي اصلا كده كده دلوقتي، فيا دوبك على طول هدمج بقى. بصوا كده. عايزه اقول لك ان انت ممكن تعملي حاجه احلى وتدمجي بايديكي، بلا فرشه بلا وجع دماغ. بصوا كده ما بيطبعش خالص على البشره. بصوا كده انا اول حاجه استخدمتها النيله الزرقاء، بعد كده استخدمت الطمي، بعد كده عملت التوريد ده بالمورد ده بتاع برضو ايفون. بصوا كده على خدودي وعلى شفايفي. بصي كمان اهو ده لونه بيبقى تمام كده اهو. هسيبه بقى شويه وهرجع اوريكم ان هو بيفضل ثابت في مكانه ما بيتحركش. بس عشان ما يطبعش معاكي على خدودك لازم تكوني مرطباها كويس، وتبداي ان انت تستخدميه على الشفايف زي ما انتم شايفين كده. النتيجه بتاعته اهي. اها انا لو مسحت دي مش هيطلع بس ما بيتحركش كده. يبقى احنا استخدمنا النيله الزرقاء، استخدمنا الطن، استخدمنا المورد برضو. كل دي حاجات ايفونا، دول الاصليين كلهم عليهم العلامه المائيه هم.